من أذان لخبط على الأبواب لحد الطبلة الصغيرة واللفة في الشوارع. في بداية الإسلام سيدنا بلال بن رباح كان بيأذن قبل الفجر عشان الناس تنتبه إن ده وقت السحور، وبعديه بشوية أذن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم فيعرفوا إن خلاص وقت الصيام بدأ. بعد كده الفكرة اتطورت لشخص بيمشي في الشارع وينادي الناس عشان يتصحنوا، وده اللي حصل في مصر سنة 238 هجري لما والي العصر العباسي عنبسة بن إسحاق لاحظ إن الناس بتسعى عن وقت السحور، فقرر هو اللي يصحيهم بنفسه، وبقى ينزل يمشي في الشوارع من الفسطاط لحد جامع عمرو بن العاص وينادي: يا عباد الله تصحروا فإن في السحور بركة. وده كان أول شكل من سحراتي عرفته الناس. بعدها في العصر الفاطمي أمر الحاكم بأمر الله الجنود يمروا على البيوت ويخبطوا على البيبان بالعصيان عشان الناس تصحى تتسحر. وفي العصر المملوكي الفكرة اتطورت أكتر، وبدأ الراجل المكلف بإيقاظ الناس يمسك طبلة صغيرة يدق عليها ويقول التواشيح والأغاني الدينية. وبرغم إننا مش محتاجين حد يصحينا للسحور دلوقتي في ظل تطور التكنولوجيا، إلا إن المسحرات هيفضل عادة مبهجة بيفكرنا بأجمل ليالي الشهر الكريم. قول لنا في التعليقات، لسه بتسمع المسحرات في شارعكم ولا لأ؟